الجماهير اللي بتبحث مبلشين أمامنا هنا في هذه اللقطة الصعبة. سجلت 3 من أصل 4 وركلة الجزاء اللي قد تتوج المنتخب السنغالي باللقب لأول مرة. ماني ومواجهة أبو جبل شالها له في المباراة. أبو جبل وماني ويعلن ماني عن فوز المنتخب السنغالي بلقب هذه البطولة، لتعلن السنغال عن بطولة هي الأولى لها في تاريخها، بطولة لمنتخب قدم. السلام عليكم متابعينا في قناة لافوانيت، أهلا بكم إلى هذا التقرير بلسان عبد العزيز جون. السنغال بطلة أفريقيا لعام 2022. أخيرا النجمة على القميص، أخيرا دخل الحلم أرض الواقع. أخيرا السنغال بطلة أفريقيا النسخة 33 لكأس أفريقيا. تتويج طالما انتظره الآباء والأجداد، لكنه كان من نصيب الأبناء. جعل ساديو ماني وزملاؤه راية السنغال ترفرف في سماء أبطال أفريقيا وتزينها نجمة غراء. تذكر بعد 60 عاما والأسود يحاولون السيطرة الغابة، ولكنهم في كل مرة يؤوبون إلى الآجام دون نتيجة. احفظ عام 2002 يعد أول عام تأهلت فيه السنغال في الدور النهائي لكأس أفريقيا، ولكنها خسرت أمام الكاميرون في لكرات الترجيح بعد إضاعة علي سيسي ركلته. وفي عام 2019 تأهلت كمرة ثانية في الدور النهائي لكأس أفريقيا، ولكن الفرصة آنذاك أبت إلا أن تكون لصالح الجزائر. وبعد 20 عاما من تأهلها الأول للدور النهائي، أي في عام 2022 الجاري، تأهلت السنغال في الدور النهائي لكأس أفريقيا وخاضت نجمة على قميصها على الرغم من مصر. نعم، كانت الخسارة عام 2022 أمام الكاميرون بإضاعة علي سيسي ركلة ترجيح، ولكن في عام 2022 حقق الفوز داخل الكاميرون وبقيادة علي سيسي. ما الذي يستحقه هذا الفوز؟ يستحق هذا الفوز وهذا الجمع الغفير الذي خرج للترحيب به حشود. فقط الصورة يمكن أن تعطي مقياسا دقيقا لحجمها. يستحق هذا الفوز هذا الاتحاد الذي جعل المعارض ينسى خصمه، وجعل ألد الخصام يجيب دعوة خصمه. يستحق هذا الفوز هذه التفاعلات الواسعة من كل أنحاء العالم، تهنئة لأسود ترانغا وللبلاد أجمع. يستحق هذا الفوز زئير هذه اللبأة الصغيرة التي أثبتت للعالم أسدية السنغال. لكن إن لم يكن بمقدور هذا الفوز أن يحقق كل هذا، فما فائدته؟ أكيد الأسود الذين حققوا للسنغال هذا اللقب لن يذهبوا دون مكافأة. ماذا تتوقع أن يكون مكافأة لهم؟ علق الرئيس ماكي سال لكل لاعب وسام الأسد، وقدم له عقارين، عقارا في دكار سعته 200 متر مربع، وآخر في جمناجو سعته 500 متر مربع، مع مبلغ 50 مليون فرنك سيفا. كما قدم شركة سوكوسيم الإسمنتية 30 طنا لكل أسد. ولكن
هل الأسود بحاجة مادية إلى هذه المكافأة؟ سؤال أجاب عنه جيمار سانيا مظهرا رفضه التام لهذه العقارات التي قد تكون ممرا تتخذ الحكومة لسرقة عقارات أخرى. هذا رأيه. ما رأيك أنت أيها المشاهد في هذه المكافأة؟ علق وأبدي رأيك.